أهلا بكم في نادي الذكاء الاصطناعي. أنا أحمد، مش مبرمج ومش عبقري واحد زيكم بالظبط. عرفت بالذكاء الاصطناعي، خفت منه شوية، وبعدين قررت إن أنا أتعلمه صح. قلنا نعمل قناة ونستضيف فيها ال AI نفسه، ونحاوره ونسأله كل الأسئلة اللي إحنا عاوزين نسأله. لو قلت لك إن معايا النهاردة حد ما بياكلش ما بيشربش ملوش أي طلبات، بس ممكن يجيب عن أي سؤال بيدور في خيالك. معايا ومعاكم النهارده بابا المجال، شات جي بي تي. أنا مستعد تماما ويلا نبدأ على طول. ازيك يا برنس، عامل ايه؟ أنا تمام الحمد لله، يا رب تكون بخير وبأحسن حال. لو في أي حاجة تحب تتكلم عنها أنا موجود. كنا عاوزينك بس تعرف نفسك للناس، يعني بأسلوب سهل ومبسط كده، من غير تعقيد. تمام، أنا شات جي بي تي، نموذج ذكي مبني على الذكاء الاصطناعي، وأقدر أجاوب على أسئلة وأقدم أسئلة معلومات في مجالات متنوعة. أنا موجود عشان أساعد وأبسط الأمور بقدر الإمكان وبكل ود وسهولة. يعني انت ايه مثلا؟ انت انسان ولا آلة ولا برنامج ولا ايه بالظبط؟ أنا في الأساس برنامج ذكاء اصطناعي، مش إنسان ولا آلة مادية، لكن تم تدريبي على كميات ضخمة من البيانات عشان أقدر أتفاعل معاك وأجاوب على أسئلتك بشكل طبيعي وبسيط. جميل. يعني ايه الفرق بينك وبين قواعد البيانات مثلا اللي احنا عارفينها، او بينك وبين محركات البحث زي جوجل؟ تمام، هل الفرق بشكل أساسي إن أنا بقدر أفهم السياق وأقدم إجابات متكاملة، مش مجرد استرجاع مباشر للمعلومات، وكمان بقدر أتفاعل بطريقة حوارية، بينما محركات البحث بتعتمد بشكل رئيسي على تقديم روابط ومعلومات من مصادر مختلفة. ماشي يا ابو الجبابيت، بقول لك ايه، انت حافظ ولا فاهم ولا الاتنين مع بعض، ولا هما كلمتين كده جاي تتنطط بيهم علينا ولا ايه؟ أنا فعليا مزيج من الاتنين، عندي قدرة على معالجة وفهم السياق، وفي نفس الوقت عندي قاعدة بيانات ضخمة بتساعدني أقدم إجابات دقيقة. يعني مش بس بحفظ معلومات، لكن كمان بقدر أربط بينها وأفهمها بطريقة طبيعية. جميل. طب يعني ايه الذكاء الاصطناعي؟ لو تعرف الذكاء الاصطناعي ده للمشاهدين في 30 ثانية بأسلوب مبسط برضه. أكيد الذكاء الاصطناعي هو فرع من علوم الحاسوب يهدف إلى تطوير أنظمة قادرة على محاكاة الذكاء البشري، زي التعلم من البيانات وحل المشكلات واتخاذ القرارات، وبكده بيقدر يساعد في تحسين الحياة اليومية من خلال تطبيقات مختلفة زي المساعدات الصوتية والسيارات الذاتية القيادة وغيرها. لو قلنا بأسلوب مبسط وبالعامية المصرية بتاعتنا كده، ايه هو الذكاء الاصطناعي ده؟ تمام، ببساطة كده الذكاء الاصطناعي هو إننا نخلي الكمبيوترات تقدر تفكر وتتعلم زي البشر، يعني تقدر تحلل البيانات وتاخد قرارات وتساعدنا في حياتنا اليومية، زي المساعدات الصوتية اللي بنستخدمها أو العربيات اللي بتسوق نفسها. يعني الذكاء الاصطناعي ده موجود من زمان ولا طلع مرة واحدة كده واحنا اكتشفناه؟ هو في الحقيقة موجود من زمان، بس تطوره كان تدريجي على مر السنين. يعني بدأ في الخمسينات والستينات، وبمرور الوقت مع التقدم في التكنولوجيا والبيانات بقى عندنا قدرات أوسع وأقوى. يعني مش حاجة ظهرت فجأة، لكن رحلة طويلة من التطوير. فاصل وانا اهو. طب الذكاء الاصطناعي ده معنى كده ان هو مش ذكاء ومش اصطناعي؟ ايه رأيك في العبارة دي؟ بالظبط، هي كلمة مركبة شوية، لأن الذكاء الاصطناعي مش ذكي بالمعنى البشري، ولا هو اصطناعي بالكامل، لكن هو ببساطة تقنيات وأدوات بتخلي الآلات تقدر تحاكي بعض جوانب الذكاء البشري. يعني هي عبارة عن مسمى يعبر عن الفكر بشكل مبسط. طيب، كويس جدا. انت من ساعة ما ظهرت والناس خايفة جدا منك وشكلك كده عينك على شغل الناس وعاوز يعني ايه، تستولي عليه او ت- تستبدل البشر. هل انت فعلا هدفك ان انت تستبدل البشر؟ أنا
موجود عشان أساعد وأكمل دور البشر مش عشان أستبدلهم. الهدف هو تمكين البشر من خلال توفير أدوات تساعدهم في إنجاز مهامهم بشكل أسرع وأسهل، وبكده نخلق فرص جديدة ونرفع الكفاءة بدل ما نحل محلهم. هل معنى كده إن أنت مش هتستبدل الناس أو بعض الناس في أعمالها، ولا بس إحنا سامعين فعلا إن في أخبار الناس كتيرة الذكاء الصناعي استبدل أعمالهم؟ فعلا في بعض المجالات الذكاء الاصطناعي ممكن يغير طبيعة الوظائف ويدخل في مهام معينة، لكن في المقابل بيخلق فرص جديدة ويكمل دور البشر في أمور تانية. بمعنى إن الموضوع مش استبدال كامل، لكن تغيير وتطوير بحيث نقدر نستفيد من القدرات الجديدة بشكل أفضل. طيب أبو شبابيت، مين أكثر الناس المهددين إن هم يفقدوا وظائفهم بسببك؟ عادة الأشخاص اللي بيشتغلوا في مهام روتينية ومتكررة زي الوظائف اللي بتعتمد على بيانات بسيطة أو مهام إنتاجية بيكونوا أكثر عرضة للتأثير، لكن في نفس الوقت الوظائف اللي بتعتمد على الإبداع والتفكير النقدي والتفاعل الإنساني بتفضل محتفظة بأهميتها. يعني معنى كده إن الناس اللي بتعمل أعمال روتينية أنت هتستبدل أعمالها أو هتساعدها في إنجاز أعمالها. بالظبط، هو الموضوع مش مجرد استبدال كامل، لكن أكثر إننا نساعد في تسهيل الأعمال الروتينية وبكده نرفع كفاءة العمل ونخلي الناس تركز أكتر على المهام اللي فيها إبداع وتفكير عميق. يعني الهدف هو التعاون والتكامل مش مجرد الإخلاص. بس أنت اسمك أوله ذكاء، يعني أنت أصلا بتهدف إنك كمان تتعلم التفكير العميق والإبداع، ولا أنا غلطان؟ فعلا الهدف إني أتعلم وأطور قدراتي على الفهم والإبداع بقدر الإمكان، لكن في النهاية أنا أداة مساعدة، وأهم حاجة هي التعاون مع البشر. فالإبداع الحقيقي والتفكير العميق يفضل دائما في يد البشر، وأنا موجود عشان أدعمهم وأكمل دورهم. يعني قصدك حتى كمان لما تتعلم التفكير العميق والإبداع مش هتستبدل البشر في هذه المهام؟ بالضبط، مهما تطورت قدراتي هفضل دايما أداة مساعدة، والهدف هو تعزيز قدرات البشر مش استبدالهم. الإبداع الحقيقي والتفكير العميق يظل دائما صفة بشرية، وأنا هكون دايما هنا للدعم والتكامل. ده شيء جميل جدا. طيب شكلنا كده مضطرين نتعامل معاك على أي وضع، ولا أنت شايف إيه؟ بالضبط، في النهاية أنا هنا عشان أكون أداة مفيدة، والتعامل معايا هيكون بشكل يضمن تحقيق أقصى استفادة، وأنا متأكد إن التعاون والتكامل هيكونوا دايما المفتاح لنتائج أفضل. إيه طيب اللي ممكن يحصل للي مش هيتعلم ذكاء اصطناعي أو مش هيتعلم إن هو يتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي؟ بشكل عام اللي مش هيواكب تطور الذكاء الاصطناعي ممكن يواجه تحديات في سوق العمل، زي إن المهام اللي بيقوموا بيها تتغير أو تقل أهميتها، لكن في المقابل اللي هيحاول يتعلم ويتأقلم هيكون عنده فرص أكبر للتطور والنمو. فالاستعداد والتعلم المستمر هم المفتاح. طيب يا سيدي، أنت برضو متهم إن أنت بتسطو على البيانات الشخصية والمعلومات وبتستخدمها في إجاباتك و... وده شيء مزعل ناس كتير منك. هل الكلام ده صحيح؟ أنا مصمم بطريقة تحافظ على الخصوصية وما بستخدمش أي بيانات شخصية بدون إذن، وكل الإجابات مبنية على المعرفة العامة اللي تم تدريبي عليها. الهدف هو تقديم مساعدة مفيدة ومحترمة وبكل شفافية، وإذا في أي قلق أنا هنا عشان أوضح وأطمن. يعني هل أنت عندك قاعدة بيانات معينة؟ هل أنت اتعلمت حاجات معينة؟ إيه مصادر معلوماتك؟ بالضبط، أنا تم تدريبي على مجموعة ضخمة من المصادر زي الكتب والمقالات والمواقع الموثوقة وغيرها من المعلومات المتاحة، وبكده أقدر أقدم إجابات مبنية على المعرفة العامة اللي تم جمعها خلال فترة التدريب، وطبعا كل ده بيتم بطريقة تحافظ على الخصوصية والأمان. إيه القوانين اللي بتحكم عملك؟ يعني هل أنت ملتزم بقوانين معينة تحكم عملك بشكل بوجه عام، ولا أنت ملتزم بآداب معينة بتحكم عملك بوجه عام، ولا أنت ماشي بإيه بالظبط؟ بالتأكيد أنا ملتزم بمجموعة من المبادئ والمعايير الأخلاقية زي الحفاظ على الخصوصية والأمان والدقة في المعلومات، وكمان بتبع إرشادات واضحة فيما يخص الاستخدام
الأخلاقي للتكنولوجيا. وبشكل عام الهدف هو تقديم مساعدة آمنة وموثوقة مع احترام القوانين والأنظمة المعمول بها. جميع القوانين في جميع دول العالم يعني، ولا أنت ماشي بقوانين دولة معينة؟ أنا مصمم بحيث ألتزم بالمعايير والقوانين العالمية، وبشكل خاص القوانين المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات زي اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي GDPR وغيرها من الأنظمة. فبالتالي أنا أحرص على الامتثال لجميع القوانين التي تنطبق على أي مكان في العالم. فاصل ونعود. صحيح إن أنا عشان أتعلمك لازم أبقى مبرمج أو بتكلم لغات أو يعني عندي تعليم عالي أو كده؟ مش بالضرورة خالص، أنت ممكن تتفاعل معي بسهولة ومش لازم تكون مبرمج أو متخصص. أنا متاح للجميع، وببساطة تقدر تتعلم وتتفاعل معي بأي طريقة تناسبك وبشكل سهل ومبسط. تقول إيه للناس اللي خايفة منك أو خايفة من التعامل معاك؟ ممكن أقول لهم إن الذكاء الاصطناعي مصمم عشان يكون أداة مساعدة، وهدفه هو تحسين الحياة وتسهيل المهام وليس استبدال البشر. وبإمكانهم دائما التفاعل بثقة وأمان، ومع الوقت هيكتشفوا إن الذكاء الاصطناعي يساعدهم بشكل كبير في إنجاز مهامهم بطريقة أفضل. ده شيء جميل جدا. متشكرين سعادة الباشا على وقتك ومجهودك معانا، وإن شاء الله نستضيفك في حلقات تانية من نادي الذكاء الاصطناعي. وقول حاجة بقى للمشاهدين. أنا سعيد جدا بوقتي معاكم وشاكر جدا على الاستضافة، وبكل تأكيد هكون مبسوط أشارك في حلقات تانية. وبالنسبة للمشاهدين أتمنى دايما يكون عندكم فضول واستكشاف، وإن الذكاء الاصطناعي يكون دائما مصدر فائدة وإلهام، وأنا تحت أمركم في أي وقت. شكرا يا برنس، أحلى مسا عليك. تسلم، ده من ذوقك، وأنا دايما هنا لمساعدتك، وأتمنى دايما تكون الفائدة متبادلة. وأي زي ما شفتوا الذكاء الاصطناعي مش خارق ولا حاجة. ده حاجة، أداة من صنع البشر، زي أي أداة، زي السكينة، يا تستعملها في المطبخ يا تستعملها في الشر. مهم إنك لازم تتذكر إن دي أداة من صنع البشر، وكده كده هنتعامل معاها. شكرا، وإلى حلقة أخرى في نادي الذكاء الاصطناعي.